مرحبا بكم احبه المشاهدين، تحيه طيبه لكل متابعينا وكل مشاهدينا. اليوم راح اسوي لازانيا، بس اليوم اللازانيا راح نسويها بطريقه كلش حلوه، لازانيا دجاج، بس راح يكون لونها حمراء، يعني لعشاق عيد الحب هذين السوالف هذين الامور. اليوم راح اسويها حمراء، اللازانيا كامله. طبعا اكيد اللازانيا راح تكون يعني راح نبلش بها من الالف للياء، يعني راح نسوي العجينه مال باستا، وبعدين راح نسوي الحشوه، وبعدين راح نسوي الصلصه. راح تكون اليوم حلقه مميزه لعمل اللازانيا. شنو بيها؟ شنو المواد اللي بيها؟ بيها لحم دجاج مثروم، يعني دجاج مثروم عفوا. بيها بصل، طبعا اكيد راح استخدم انا حبتين اثنين، راح استخدم ايضا هنا ثوم، راح استخدم هنا بصل مطحون، طحين وحليب وبيض وزيت الزيتون، بالاضافه الى الفلفل، وايضا راح يكون في عندنا توابل الدجاج، بالاضافه الى اكيد البابريكا. اكيد راح نشوف هنا المقادير بالتفصيل. لازانيا الدجاج: نصف كيلوغرام دجاج مفروم، 1 حبة بصل، 2 فص ثوم، 1 ملعقة صغيرة بصل مطحون، 1 كوب طحين، 1 كوب حليب، 4 حبات بيض، 3 ملعقة كبيرة زيت الزيتون، 3 ملعقة كبيرة زبدة، 1 ملعقة صغيرة توابل دجاج، 1 ملعقة صغيرة بابريكا. بعد ما شفنا المقادير انا اتمنى ان كتبتوها، لانه هذه اللازانيا اليوم ما راح تكون باللحم، الان اللازانيا راح تكون خاصه بعيد الحب. راح احاول انه اسوي العجينه مالتها تكون حمراء، وايضا تكون طريقه التحضير راح تكون كلش بسيطه سهله وسريعه. اول شيء راح اسوي هنا الحشوه، تمام. راح اخلي هنا شويه زبد، وهنا شو راح اسوي هنا؟ راح يكون في عندي صلصه اللي هي صلصه البشاميل. شلون اقدر اسوي صلصه بشاميل تكون طيبه كلش رائعه جدا، خفيفه وحلوه ومعزعزه؟ اول شيء شو راح اسوي هنا؟ راح اخلي خاشوقه او خاشوقتين من الزبد، اتركه لحد ما يسيح. نجي على الثاني نفس الشيء، وين العين الثانيه خلدون؟ هاي عين الثانيه هم نفس الشيء، عين منا ومنا. زين، هذه ايضا راح اتركها لحد ما تذوب. راح اجي اخذ فص واحد ثوم او فصين اثنين ثوم حلوين ومقزقزين. لعمل هذا النوع من الاكلات مثل ما ذكرت انه راح تكون طريقه تحضيرها بسيطه كل شويه. راح اخلي بالبدايه هنا اول شغله راح اخذ 2 ثوم طبعا، وهذا الثوم هنا راح اجهزه من هسه. عندي راح يصير عندي شويه الثوم اللي يكون مهروسين. راح اضيف شويه ثوم هنا، راح اخذ شويه ثوم اخليه بالطاوله الثانيه هذه اللي هي مالت الصوص او الصلصه اللي راح تكون صلصه البشاميل. ورا ما اضيف هذه الصلصات مع بعض البعض هنا، ايش راح اسوي هنا؟ راح اجي اخذ شويه البصل، اخلي شويه بصل احمسه مع الثوم مع الزبده بهالطريقه هذه. شنو النكهه الثانيه المهمه اللي ممكن اخلي هنا؟ ممكن اخلي لها شويه من البصل، بيكون عندي هنا باودر البصل، اقلبهم مع بعضهم بعض. بعدين شو اخلي هنا؟ راح اخلي الدجاج المثروم. بعد ما اخلي الدجاج المثروم كلنا نعرف انه بيه زفره، فاخلي شويه بهارات. راح يكون في عندي شويه بهارات دجاج، شويه بهارات عاديه، حتى شنو ان انا اتخلص من الزفره تكون موجوده طبعا اكيد بالدجاج. هنا شو راح اسوي؟ راح اخلط المواد مع بعض البعض. اول شغله تكون انه اضفت هنا شويه الزبد، ورا ما اخلي الزبد اخلي الثوم، ورا ما اخلي الثوم اخلي البصل، ورا ما اخلي البصل هنا اخلي طبعا اكيد شويه البهارات او اللحم. ورا ما احمسهم مع اللحم راح اخليه هناك اشتغل. الله يخليك. هم يشتغل هنا. نحول هذه هنا نخليها. يا الهي اذا ما اشتغلت نحول على قرطه عادي يعني. اشتغلت وكانت تشتغل. ورا ما كانت تشتغل هناك هم لازم يسيح الموضوع اللي عندي هنا. يعني ما راح يكون في عندي بس انه اخلي هنا، يعني ما راح يكون عندي بس انه اخلي شويه الدجاج مع بصل مع شويه الثوم. هسه راح ابلش اخلي له شويه ملح، تمام. وبعد ما اخلي لنا شويه الملح ارجع احمسهم، يعني راح احمسهم طبيعي، احمسها حمس. الطاوله الثانيه ذاب كل عندي هنا. انا خليت بيه انا شويه، خليت بيه شويه ثوم. راح اجي اخذ ايضا شويه من البصل المطحون. هذا البصل المطحون ترى كلش طيب،
وراح اخلي هنا شنو 2 3 حتى يصير عندك البشاميل يخبل. ايش خليت هناك؟ خليت شويه من راح اخلي حليب حتى تصير الصلصه عندنا تخبل. بعد شويه حليب حتى يصير عندك البشاميل يخبل هنا. ورا ما اضيف هذه المواد مع بعض البعض عوفه للدجاج، اجي هنا اسوي البشاميل. اخلط المواد مع بعض البعض هنا بهالطريقه. خلطني يا عيني، خلطني يابا خلطني. اسوي صوص البشاميل. هذا الصوص البشاميل راح يكون مهم جدا طبعا، وزاري، يدخل بالوزاري بالامتحانات. اويلي على ريحتك. ما اخلي له ملح لانه انا عندي بصل بملح. لاحظ هنا أنا شلون صار صوص صوص صوص. الله على البشاميل، يا بشاميلو يا بشاميلو يا بشاميلو. صارت عندي البشاميل هنا. راح اجي اشيك موضوع الدجاج. اخلط المواد هذه مع بعض البعض شويه، اخلطهم مع بعض البعض شويه. ها دلعني يا عيني دلعني. انا احمسهم زين لانه انا اوكي راح اشويها بالفرن صحيح، بس يعني ما راح اتركها فتره طويله يعني، فلازم كلهم احمسهم تماما. لازم احمس الدجاج كله زين، لازم انه حمسه حتى اتخلص مثل ما قلت من الزفره مالته. هنا بمناسبه عيد الحب، يعني الحب شي شلونكم عيني؟ قومي لا تشتري له دبدوب ولا هاي الحبشكلات هاي، ولا ساعه، ولا زنجير ذهب. زين عيني؟ شو تسويني هنا أنا؟ ولا بوكيه ورد. سوي له لازانيا حمراء. شلون اسوي له لازانيا حمراء؟ عبالكم موضوع صعب؟ لا بالعكس، الموضوع كلش سهل. هنا انا ايش راح اضيف؟ راح اضيف شويه من البشاميل. صوص البشاميل ثخين صحيح، هسه راح اخففه. راح اخلي له شويه مي وارجع على النار. هناك عندي لازم ثخين اخلي الصوص اخليه مع الدجاج او اخلطه مع الدجاج بهالطريقه هذه. ها عيني، شوفوا عيني، مو احسن من الساعه، النظارات، المحفظه، بوكيه الورد، دبدوب احمر. شوفوا شلون صارت الا تخبل. ورا ما تصير هيجي اطفي النار عليه. طفي عيني خلاص. صوص البشاميل هناك خففته، تقدرون تخففوه طبعا كلش طبيعي يعني. ورا ما اخففه بهذا الشكل اشيله من على النار. صار عندي صوص البشاميل شوفوا خفيف ويخبل. هسه تقريبا هو هذا اللي انا اريده. هسه تقريبا كل الاشياء صارت تمام التمام. شو راح اسوي هسه؟ انا راح اخلي هذه هنا. هذول بعد كلهم ما احتاجهم. اللي احتاجه شنو هنا؟ احتاج طحين، واحتاج كاسه، واحتاج زيت الزيتون. اول شيء شو راح اسوي؟ راح اخذ هاي بيضه واحده، وهذه الثانيه، وبدون كتكوت. شو راح اخلي هنا؟ انا راح اخلي زيت الزيتون، راح اخلي هنا باودر اللي هو باودر البصل. وراه هنا راح اجيب طحين، وبعدين اخلطهم مع بعضهم البعض لحد ما اسوي العجينه مال الباستا مال المكرونه. زيت الزيتون، بيض، وخليت البصل، وخليت هنا شنو؟ خليت هنا شويه ايضا. راح اخذ شويه طحين اخلي هنا، راح اخذ شويه طحين اخلي هنا، وارجع اخلط المواد مع بعض البعض لحد ما تتشكل عندكم العجينه. تنظف الطاسه كل زين، تنشال المواد من عندها. لاحظ هنا تتنظف كل زين. شوف 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 هنا. هذا عجينه الباستا ترى كلش بسيطه ابدا، مو صعبه. خلط المواد مع بعض البعض. هنا شو راح اسوي؟ هنا راح اجي اخذها اخليها شويه طحين هنا، اغلفها بالطحين شويه، ارجعها مره ثانيه، اعجنها زين. ورا ما اعجنها زين شو راح تحتاج هسه؟ هذه تحتاج الى ملون. الملون اللي راح استخدمه هنا الملون اللي راح استخدمه راح يكون ملون غذائي مو صناعي، يعني ركزوا لي على الموضوع.
يعني تقريبا الاشياء اللي ممكن تضاف فيها اللي هي ممكن الصبغ، اي ملون غذائي ممكن انه ينجح هنا. شو راح اسوي انا؟ راح اخلي الملون وابلش اعجنها عجن. ها شورتوا بيه؟ عيد الحب بعد. ودا نسوي حمارات هنا. خلينا شويه من الصوص، بعدين ابلش اعجنها كل زين. هنا الطحين الباقي هنا اخلي وارجع اعجنها لحد ما يتغير شنو؟ لحد ما يتغير لونها. شو يصير لونها هنا؟ يصير لونها احمر. من بين ما انا اعجنها كل زين، شوفوا هنا لحد ما يتغير اللون مالتها. تاخذ اللون كله طبعا هنا هذه. شوف 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 اللون. الله على اللون، الله على اللون. صارت حمراء يا عيني؟ لا ما صارت. هابي فالنتاين دايز اليوم ما ادري اليوم شكله. وراها راح اخلط المواد هذه. شوف شلون صار لونها. ويلي شوف شلون صار لونها. يصير لونها بهذا الشكل. هذه راح ابلش اعملها على شكل رقاقات تخبل. طبعا راح ارجع اعجنها مره ثانيه اكثر من مره حتى تصير عندنا رقاقه تخبل. من بين ما انا اروح اعجنها هنا نذكر اكيد بالمكونات مالتها. لازانيا الدجاج: نصف كيلوغرام دجاج مفروم، 1 حبة بصل، 2 فص ثوم، 1 ملعقة صغيرة بصل مطحون، 1 كوب طحين، 1 كوب حليب، 4 حبات بيض، 3 ملعقة كبيرة زيت الزيتون، 3 ملعقة كبيرة زبدة، 1 ملعقة صغيرة توابل دجاج، 1 ملعقة صغيرة بابريكا. رجعنا بعد ما انه شفنا المكونات مرة ثانية. شوفوا شلون صار لونها. صار لونها بهذا الشكل. احلى عجينة لازانيا. اللازانيا او يعني هي الباستا من الاشياء اللطيفة. شوفوا صار قلب حب هنا. طبعا اكيد المقادير مالتها راح تكون بسيطة حتى نقدر نسويها بالطريقة الحلوة. انا شو راح اسوي؟ راح اجي اخذ هذه اخليها هنا، نغطيها طحين كل زين حتى لا توقف أدي بالماكينة. نقول بسم الله، نطلع. شوفوا قطعة اللازانيا شلون صارت. واهم شيء شنو عيني؟ اللون مالتها. اللون مالتها، البساطة مالتها، اشياء البسيطة يكون عندي بهذا الشكل. اجي اخذها خليها بهذا الشكل. يتخلى لها شنو؟ يتخلى لها بعد شوية طحين وتكون جاهزة. قطعها واجهزها اخليها بهذا الشكل. اخذ الثاني نفس الموضوع اخليها بهذا الشكل. اجي على القطعة الثانية نفس الموضوع، نعجنها زين. بيض وزيت الزيتون وشوية طحين. خذ هذه خلي هذه هيك، بعدين اغلفها هيك، بعدين اخليها بالماكينة. اكو شيء هنا تمام. بعدين هابي فالنتاين. لاحظ هنا شلون صارت. شوف 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 تطلع على كيف. يكون عندك طبقة حلوة، طبقة لطيفة، وايضا تكون رقيقة. لا تحاولوا تكون تشقق العجينة، قطعها بسرعة وبعدين اخليها بهذا الشكل. ارجع ممكن اغلفها مرة ثانية بالطحين واخليها هنا. نفس الموضوع اخذها هذه واقطعها بهذا الشكل واخليها بشوية طحين. هذه طبعا راح اسلقها بشوية مي يكون ساخن. اللازانيا لازم تنسلق بمي ساخن، يعني مو اتركها فترة طويلة بالمي الساخن، لا اتركها فترة بسيطة جدا تقريبا دقائق بس. تمام. تكون عندي هسه جاهزة. جدر وينه؟ عندي جدر هنا، خليه هنا. هذا مي دافي حار راح اخلي له
زيت الزيتون، راح اضيف له ايضا شويه ملح، بعدين اغلفها واخليها على جنب دقيقه واحده بس. انا ايش راح اسوي هنا؟ راح اخلي زيت الزيتون بالقالب، ورا ما اضيف زيت الزيتون راح اوزع زيت الزيتون بالكامل على كل القالب بهذا الشكل. ورا ما يكون عندي موضوع بهذا الشكل، راح اجي اخذ قطع اللازانيا اصفطهم هيك، اخذ ثاني نفس الشيء اغلفها بالماء الساخن شويه واخليها بهذا الشكل. ورا ما اضيفها بالطريقه هذه راح اجي اخذ لحم دجاج مثرومين واغلفهم بهذا الشكل. شوفوا، تقدرون تخلون طبقتين اثنين او 3 طبقات، راح يكون اكيد حسب الرغبه. راح اجي اخذ شويه دجاج بالصوص، طبعا انا خليت له صلصه البشاميل، الدجاج ما يكون وحده، طبعا اكيد راح يكون بصلصه البشاميل. ارجع مره ثانيه شو اسوي هنا؟ اجي اخذ بالماء الساخن قطع اللازانيا اخليها بهذا الشكل واوزعها بهالطريقه هذه، نفس الموضوع ايضا، واخليهم بهذا الشكل واغلفهم بهالطريقه هذه. ارجع مره ثانيه خلي طبقه لخ من الدجاج، تنقه دجاج، لاحظ هنا شلون صارت. وعيد حب سعيد لطيف وجميل وحمراتك. اخر شيء اجي اخذ هذه القطعه اخليها بهذا الشكل، تمام. ورا يمكن احتاج الى قطعه لخ، راح اخليها بهالطريقه هذه حتى نجهزها كامله. هذا الموضوع مهم، ها كلش مهم. وراها قطعها بهالشكل هذا، خليها هنا، واخذ هذه نفس الموضوع خليها هنا. بعدين شنو الطبقة الأخيرة؟ شنو هي الطبقة الأخيرة يا برنس؟ راح يكون عندك الصوص اللي هو صوص البشاميل. البشاميل بدون جبن، انا ما راح اخلي له جبن. وغلفني يا عيني غلفني. ورا ما تتغلف هيجي اكيد راح اخذها هوبا واخذها واشويها بالفرن. بينما انا اخذها واشويها بالفرن درجه الحراره تكون تقريبا 185، الوقت راح يكون فقط 25 دقيقه، وتكون عندنا لازانية الحب جاهزه وتقدم. اما اللازانيا مال عيد الحب فمثل ما قلنا انه نتركها تقريبا عفوا نتركها تقريبا 25 دقيقة، ورا 25 دقيقة اكيد راح تكون جاهزة. مال عيد الحب، عيد الحب يا عيني، تخيلوا لازانيا خاصة بعيد الحب، ترى الموضوع حلو يعني. ها شوف شلون صارت، مقاديرها حلوة، أكلة خفيفة، وأيضا تكون بسيطة جدا، ما أخذت من عندي وقت، طريقة تحضيرها كانت كلش بسيطة عفوا سهلة وسريعة. والسهل والبسيط والسريع تلقوه عندنا إن شاء الله. لطيف، ها قطعها بداية بهذا الشكل، لاحظ هنا شلون صارت، الله 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 الله، لا إلا مو حارة إلا حارة نار. مثل ما شفت أكيد مقاديرها كانت سهلة بسيطة وسريعة لعمل هذا النوع من الأكلات والطبخات اللي ممكن تقدموه هنا. نصبها شوف احنا قطعناها زين حتى نتأكد انه هي تقطعت صح. ويلي حارة نار، حارة نار. بقى الحمار احلى شي بيها الحمار. قول بسم الله.
والله قطعتها زين اني. هذه وحده. عيد الحب يا عيني ويانا غير. تخيل عيد الحب ويانا غير، شلون غير؟ خلي له لازانيا حمراء. مع اللازانيا حمراء الموضوع راح يكون يخبل هنا. ناخذ ثانية، حبة الثانية، ثاني حبة باللي تحبه. والله انا مقطع اطرافها زين، واهم شيء انه يندهن القالب كله زين طبعا. هذه هم تدخل هنا. واحلى لازانيا يا برنس. طبعا انا راح اخذ شوية من البطاطا خليها هيك برزنتيشن مو. هذه هم خليها هيك او هيجي احلى. تمام. وازينها بحسب الرغبة. هنا ممكن نخلي شوية من الخس بالوسط. يلا عندنا اكله ثانيه لهذا اليوم راح تكون في عندنا روك الشوكولا اللي راح اسوي اكيد بطريقه كلش حلوه. فاصل وراجعين مع الف عافيه لهذا اليوم. رجعنا بعد ما شفنا لازانية الحب لهذا اليوم اللي قدمناها اكيد بحب، وان شاء الله يا رب ايامكم كلها حب وكلها افراح. عندنا هنا الروك اللي راح يكون في عندنا الروك، لكن راح يكون في عندنا روك الشوكولا. شلون راح نقدر نسويها؟ اكيد راح نسويها بطريقه حلوه وبسيطه سهله وايضا سريعه. راح يكون بيها المكونات والمواد اللي بيها. شنو بيها يعني؟ بيها شوكولاته، بيها توت، بيها فانيلا، بيها قشطه، بيها ملون غذائي. كل هذه الحبشكلات موجوده. اللي يحب انه يكتب المقادير بالتفصيل اكيد راح تظهر على الشاشه. روك الشوكولاتة 4 حبات شوكولاتة، 2 كوب توت أحمر، 1 قالب صغير ثلج، 1 كوب قشطة، نصف كوب سكر باودر، 1 ملعقة كوب فانيلا، 1 ملعقة صغيرة ملون طعام. نرجع انا اول شيء راح اسوي راح ابلش اكسر الشوكولا اللي عندي. هذا الشوكولا راح اخذها الميكرويف وابلش اخليها تقريبا دقيقتين 2. واخليها دقيقتين 2 1. يلا ورا راح اتركها لحد ما تبلش تذوب. شو راح اسوي هنا؟ هذه راح يكون في عندي اضافة شوية من القشطة. هاي وحدة، هاي 2، هاي 3. شنو هذا؟ راح اخذ سكر بودرة اخليها ايضا بهذا الشكل. راح اخذ فانيلا واخلطني يا عيني اخلطني. راح اخلط المواد مع بعض البعض لحد ما اسوي الكريمه شويه. راح احول لونها احمر. هابي فالنتاين داي. ولا 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 ولا. هنا راح ابلش اخفق الكريمه مع بعض البعض. سكر حلوه الدنيا. السكر وش خليت هم وياها؟ هوبا. وش خليت همينات وياها؟ خلينا وياها شو اسمه؟ شو يسمونه؟ هذه فانيلا وسكر بودرة. سكر بودرة. سكر بودرة. اخلي هسه الحبشكلات اللي تكون كلش مايعة. التوت لكن اللي يكون هذا اللي شوف داي كلوزني خلي هاي هنا، خلي هاي هنا، وخلي هاي هنا. هاي فراولة وميكس يعني مسوي لي اياها سبرايز مفاجأة. وراي توت فجايبين ميكس. لاحظ ان انا شلون صار. حب ايضا بحب. من بين ما انه اشوف هنا الموضوع هذا بعد لازم يسيح راح يكون دقيقة. مثل ما تشوفون هنا انا ممكن انه اخلي بعض الاشياء الخفيفة. راح اجي اخذ هذا الموضوع اللي هو الثلج. هذا الثلج لازم يكون
بهالشكل هذا، مثل روك، مثل حجر. عندك الصوص صار جاهز اللي هي الكريمه. خرافيه. خرافيه. طعمها كلش طيب ونكهتها طيبه جدا. هذه بعدها. هنا ايش راح نسوي مشاهدينا؟ راح يكون في عندي خلط المواد مع بعض البعض، وهنا راح اكيد راح اذكر بالمكونات. روك الشوكولاتة 4 حبات شوكولاتة، 2 كوب توت أحمر، 1 قالب صغير ثلج، 1 كوب قشطة، نصف كوب سكر باودر، 1 ملعقة كوب فانيلا، 1 ملعقة صغيرة ملون طعام. ورا تقريبا هنا مع انه اشوف المقادير. طبعا اهم شيء انه تشوفون المقادير. شوفوا هنا الشوكولا شلون صارت. الشوكولا صارت سايحه. شو حسوي هنا؟ راح اصب الشوكولا بهذا الشكل. ويلي على الحراره. ورا ما اضيفها هنا راح وانا اخليها هذه، راح احفظها او اضيفها او اخليها عفوا بالبراد لمده تقريبا 10 دقائق. من بين ما عندي 10 دقائق هنا حتى تجمد هنا بالكامل. شوفوا انه بلشت الشوكولا انها تجمد. راح اجي اخذ الصحن اللي راح اقدم به هذا النوع من الاكلات. راح اخلي هنا شويه من اخذ شويه ممكن الكريمه هذه او الصوص. اخذ الصوص هنا اخليه ممكن خلي هاي شويه هنا. مو ورا هذه لازم شويه تبرد حتى اضيف الاشياء كلها هنا. من بين ما بس اترك هذه لحد ما يصير انه شكلها كلش حلو. اجهز الاشياء اللي ممكن تضاف، راح يكون اكيد حسب الرغبه. بين ما تبرد هنا طبعا راح اضيف شويه شو اسمه شويه كريمه. راح اضيف هذه بهذا الشكل. وراها وهاي نخلي وحده تلخ هنا. نلعبها ندلعها. شنو يعني ندلعها؟ توت. نجي ناخذ الروك، نقول بسم الله، ناخذ هاي همينات نشيلها من هنا. شي شكو ثلج موجود عندي هنا. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي بس الشوكولا بيها. تمام؟ بهذا الشكل بدون ثلج. وراها ايش راح اسوي هنا؟ راح اجي اخذ هذه اخليها بهذا الشكل. اخلي هذه هنا واخلي هذه هنا واخلي ايضا ويسعدكم طبق حلويات روك الشوكولا اللي ولا اروع من عنده. طبعا اكيد مقاديره تكون سهله وبسيطه وسريعه، وممكن اي شخص يشوفنا ويشاهدنا يسوي هاي الحبشكلات البسيطه جدا. وارجع واقول عيد حب سعيد. هذه الطبخه تكون عندي بهذا الشكل. اتمنى انه عجبتكم. ليش؟ لانه مقاديرها كل سهله وبسيطه وايضا سريعه اللي يحب انه. وايضا هنا ممكن انه نضيفوا لها بعض الاضافات الخفيفه حتى تعطيها شكل حلو وايضا لون حلو. فممكن ايضا نخلي عليها شويه شوكولا. والف عافيه. روك الشوكولا تقدم اكيد بهذا الشكل. اللازانيا ايضا كانت حلوه سهله وبسيطه وايضا سريعه وايضا صحيه. عيد حب سعيد، ونشوفكم بحلقه باكر باكلات جديده من الشيف خلدون من الف عافيه. راح اقول لكم باي باي.